السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، في هذا الفيديو سنستعرض أمامكم متابعة مباراة قطر وهولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022، إضافة إلى مباراة السنغال والمنتخب الإكوادوري لحساب الجولة الثالثة أيضا من دور المجموعات لكأس العالم 2022. لنبدأ على بركة الله. يلتقي المنتخب الهولندي مع نظيره القطري هذا الثلاثاء في ختام لقاءات دور المجموعات المجموعة الأولى من كأس العالم 2022، وتمتلك هولندا 4 نقاط تحتل بها صدارة المجموعة الأولى مناصفة مع الإكوادور صاحبة نفس الرصيد ونفس عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة، بالإضافة لتعادل الفريقين في المواجهات المباشرة بتعادلهما 1-1. ومن جانبه فإن المنتخب القطري يأتي في المركز الرابع بلا رصيد، حيث كان أول المودعين للمسابقة بعد خسارته يوم الجمعة 3-1 أمام السنغال، الذي تأتي في الترتيب الثالث ب3 نقاط. ويمتلك المنتخب الهولندي فرصة للتأهل مباشرة حال نجح في تحقيق التعادل أو الفوز أو حتى الخسارة مع فوز الإكوادور على السنغال. وسيلاقي متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية التي تضم إنجلترا والويلز وإيران وأمريكا، بينما سيلعب وصيف المجموعة الأولى ضد بطل المجموعة الثانية. أما بالنسبة للتشكيلة المحتملة في هذه المباراة، فقد أجرى المدرب القطري الإسباني فيليكس سانشيز مدرب قطر تغييرا واحدا على التشكيلة التي خسرت من السنغال 3-1 في المباراة السابقة، حيث عاد لاعب وسط عبد العزيز حاتم للتشكيلة الأساسية بعد غيابه عن المباراة السابقة، بينما بدأ المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور عندما خسرت 2-0. فيما سيسجل كريم بوضياف على مقاعد البدلاء، فيما يبدأ منفيس ديباي في الجانب الهولندي أساسيا مع فريق المدرب لويس فان غال في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، وذلك لأول مرة بعد أن لعب بديلا في المباراتين السابقتين. أما فيما يخص تشكيلة قطر لهذه المباراة، فسيعتمد المدرب فيليكس سانشيز على مشعل برشم في حراسة المرمى، بيدرو ميغيل في الدفاع، إضافة إلى عبد الكريم حسن وعبد العزيز حاتم وحسن الهيدوس في وسط الميدان، وأكرم عفيف وإسماعيل محمد وهمام أحمد وعاظم مادبو وخوخي بوعلام والمعز علي. أما فيما يخص تشكيلة المدرب لويس فان غال، فقد سيعتمد على الحارس أندريس نوبرت، وفي الدفاع داني بلينت، ناثان أكي وفيرجيل فان دايك ويورين تيمبر ودينزل دمفريز ومارتن ديرون دافي كلايسن وفرينكي دي يونغ وكودي جاكبو ومنفيس ديباي. أما فيما يخص مباراة السنغال والإكوادور لحسم المتأهلين الاثنان للدور 16 من كأس العالم، فقد سيواجه المنتخب السنغالي نظيره الإكوادوري يوم الثلاثاء على ملعب خليفة الدولي في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعة كأس العالم 2022، ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق نتيجة إيجابية تحسم تأهله لدور 16 من المجموعة الأولى في مونديال قطر. ويتصدر منتخب الإكوادور وهولندا مجموعة برصيد 4 نقاط، خلفهما السنغال ب3 نقاط، ثم منتخب قطر بدون رصيد. وقد تأكد خروج المنتخب القطري من كأس العالم بعد خسارته في أول المباراتين، وكان المنتخب السنغالي قد استهل مشواره بالخسارة أمام هولندا ب2 دون رد، ثم فاز على قطر 3-1 في الجولة الثانية. أما منتخب الإكوادور فقد فاز على قطر ب2 دون رد في مباراة افتتاح، ثم تعادل مع هولندا 1-1 في الجولة الثانية. أما فيما يخص التشكيلة المتوقعة لمباراة الإكوادور والسنغال، أما فيما يخص المنتخب الإكوادوري فقد تعافى المهاجم إينير فالنسيا هداف الإكوادور المخضرم في الوقت المناسب من الإصابة في الركبة، ليقود بذلك تشكيلة المدرب غوستافو ألفارو أمام السنغال. وسجل فالنسيا أهداف الإكوادور 3 في كأس العالم في أول الجولتين، حيث فاز الفريق مرة وتعادل مرة، لكنه غادر الملعب قرب نهاية المباراتين بسبب الإصابة. أما المدرب السنغالي أليو سيسي فقد سيعتمد على إسماعيل سيس في منتصف الملعب بدل من المهاجم فامارا ديديو، بينما سيقود بولايديا خط الهجوم
في استاد الخليفة الدولي. وسيستمر غياب شيخو كوياتي لاعب وسط بسبب الإصابة، بينما سيشارك إيلمان داي وإسماعيل أسار ولدعم الهجوم في ظل غياب ساديو ماني. أما فيما يخص تشكيلة المنتخبين، أما فيما يخص تشكيل المنتخبين الكاملة، فقد سيعتمد المدرب المنتخب الإكوادوري في حراسة المرمى على هيرنان غلانديز وفيليكس توريس في الدفاع، وبيير هينكابي وبير فيس أستوبينيان ومايكل إسترادا وأنخيلو بيرسيادو وكارلوس غريزو وغونزالو بلاتا وموريس كاسيدو وآلان فرانكو وإينير فالنسيا. أما فيما يخص تشكيلة منتخب السنغال ضد الإكوادور، ففي حراسة المرمى إدوارد مندي، وفي الدفاع يوسف سابالي وكاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وإسماعيل جاكوبس وبابتسيس وإدريسا غاناجي في وسط الميدان. أما في الهجوم فباب جاي إيلمان داي وإسماعيل أسار وبولايديا. وفي النهاية أعزائي المشاهدين، نتمنى منكم أنكم استمتعتم في هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد. مع السلامة.